الستات اللي عندها دهون حشويه او فيسرال فات. دايما الدهون الحشويه دي بتسبب لك دهون على الكبد وبتقلل مقاومه الانسولين وبتزود وزنك وبتزود البطن والكرش والجناب. عشان كده اول حاجه لو عايزه تتخلصي من دهون البطن والكرش لازم تتخلصي من الدهون الحشويه. والدهون الحشويه دي عباره عن دهون موجوده بين اعضاء الداخليه في جسمك، وده معناه ان ممكن يبقى عندك دهون حشويه بس في نفس الوقت انت شخص نحيف، مش شرط تكون مليان او وزنك زياده. وعشان تتخلصي من الدهون الحشويه لازم تمشي على 3 خطوات. واحد، من 20 ل 30 دقيقه متصله مشي من 3 ل 4 مرات في الاسبوع، ولازم يكون معاها تمارين مقاومه. 2، السليب كواليتي او جوده النوم. مفيش حاجه على الكوكب تقدر تعالج او تحسن من السهر. لازم تنامي كويس من 7 ل 8 ساعات، تكون فتره قبل الفجر، وعشان تعالجي خلل الهرمونات اول حاجه تبطلي سهر. 3، صحه الكبد. من 70 ل 80% من الكوليسترول في جسمك بيتكون في الكبد، وال30% الباقيين من التغذيه. والكبد لما يبقى سليم مقاومه الانسولين تقل، الالتهابات في جسمك تقل، وتخسي بسهوله جدا. ونقدر نظبط صحه الكبد عن طريق حاجتين، اولهم التغذيه، ونقدر نساعد معاها تاني حاجه بالاعشاب او تبقى على شكل مكملات. اكتبي لي في الكومنتات تحت كلمه دهون، وهبعت لك اسم المكملات اللي بتحسن من وظائف الكبد.